شخصيتنا النهاردة هي واحدة من نجوم السينما المصرية في الثلاثينات، ودخلت مجال التمثيل وهي صغيرة. قدمت عدة أعمال مسرحية في اسكندرية لحد ما قابلت المخرج توجو مزراحي، وبدأت مسيرتها الفنية الحقيقية سنة 1935 بفيلم شالوم الترجمان مع الفنان المصري شالوم. بعد كده كونت ثنائي مع الفنان الراحل علي الكسار، وقدمت معاه حوالي 7 أفلام، منهم خفير الدرك وعثمان وعلي وسلفني 3 جنيه والساعة 7. بعد هزيمة العرب في حرب 48 وإعلان قيام دولة إسرائيل، باعت ممتلكاتها وحولت كل فلوسها لذهب، وهربت هي ووالدتها إلى تل أبيب علشان تكتب الفصل الأخير في مسيرتها الفنية اللي قعدت حوالي 5 سنين. اسمها الأصلي هنريت كوهين، واشتهرت في مصر باسمها الفني بهيجة المهدي. من مواليد مدينة الإسكندرية، اتولدت يوم 8 أغسطس 1911 لأسرة يهودية متشددة دينيا. أسرة هنريت كوهين أو بهيجة المهدي قررت الانتقال من الإسكندرية سنة 1927 للإقامة في القاهرة علشان تستقر في القاهرة في حارة اليهود، ووالدها في الوقت ده كان هو زعيم الطائفة بتاعتها، وبدأ العمل في تجارة الذهب علشان تبقى أسرة بهيجة هي واحدة من أغنى الأسر اليهودية في مصر. بعد تقديمها أول فيلم مع الفنان الراحل علي الكسار وهو خفير الدرك اللي لقى نجاح كبير جدا، بقت بهيجة المهدي عنصر ثابت وأساسي في كل أفلام علي الكسار، وكونت بهيجة والكسار ثنائي حبه الجماهير في الوقت ده. وكانت دايما بتقوم بدور زوجة المواطن البسيط عثمان عبد الباسط، وتحاول تنهي الصراع المستمر ما بينه وما بين والدتها في الفيلم. كمان شاركت في بطولة العديد من المسرحيات أمام الفنان علي الكسار، وأهمها وأشهرها مسرحية بواب العمارة. آخر فيلم لبهيج المهدي هو فيلم أصحاب العقول مع الفنان بشارة وكيم وسليمان بك نجيب. أثناء عملها في المسرح وقع في غرام بهيجة مليونير يهودي مصري اسمه إيلي درهي، كان عايش في الإسكندرية وكان أكبر منها بحوالي 50 سنة. وبعد عدة لقاءات نشأت ما بينهم قصة حب قوية انتهت بالجواز. بعد 3 سنين من الجواز توفي الزوج، وورثته بهيجة المهدي علشان تبقى مليونيرة الوسط الفني حسب ما أطلق عليها في الوقت ده سنة 1948 زي ما قلنا. وبعد هزيمة العرب وفي مقدمتهم مصر اللي كانت تحت الاحتلال الإنجليزي في الوقت ده، سابت بهيجة المهدي التمثيل فجأة وهاجرت مع والدتها في السر من غير ما تعرف أي حد هي رايحة فين. وتفاجئ الجميع إن بهيجة سافرت إلى تل أبيب واستقرت هناك. بعد هجرتها لإسرائيل استقرت هناك واتجوزت وأنجبت طفلة، وبيتقال إنها استخدمت أموالها ونفوذها لمساعدة اليهود المصريين اللي مش قادرين يهاجروا برا مصر علشان تهربهم لإسرائيل. وفي إسرائيل بقت واحدة من أهم سيدات الأعمال، واستقرت في تل أبيب لفترة طويلة لحد ما قررت إنها تهاجر وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي يوم سنة 1974 فقدت بهيجة عقلها وأصيبت بالجنون، وقتلت زوجها ووالدتها وبنتها بالرصاص. محدش يعرف ايه السبب اللي خلى بهيجة تعمل كده او ايه اللي اصابها، وتم القاء القبض عليها واكتشاف اصابتها بالجنون، وتم ايداعها في احدى المصحات النفسية والعقلية في كاليفورنيا، وتم احتجازها في عنبر المرضى الخطيرين. سنة 1979 توفت بهيجة المهدي في المصحة النفسية اللي كانت عايشة فيها بشكل مأساوي، وتم مصادرة ممتلكاتها وحساباتها في البنوك لأن ملهاش ورثة. ودي كانت نهاية نجمة مصرية محبوبة تألقت في السينما بالعديد من الأدوار في الثلاثينات. سلام.